السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم رانيا من قناة بيتش ومطبخ سر سعادتي. وانا اسفة بجد على صوتي لاني تعبانة جدا وعندي برد. رجعت لكم بقى النهاردة في يوم جديد وفيديو جديد من بعد الفطار لحد السحور. بس اليوم يعني انا الفيديو ده متجزأ لجزئين. الجزء ده الاولاني في يوم والجزء التاني في اليوم التاني. يعني انا كنت بعمل زبادي بقى، جبت كيلو لبن من عند البقال بلدي، وغليته وسبته يهدى شويه كده يبقى زي الرضعه بتاعت البيبي الصغير. وجبت كوبايه انا نشفتها والعلبه برضو دي نشفتها، هي والغطا. زي ما انتوا شايفين كده، انتوا عارفين الاسعار غاليه بره والزبادي بتبقى علبه صغيره وب5 جنيه. هنا بقى اللبن بقول لكم ان هو برد، زي الرضعه كده بتاعت البيبي. فهجيب الخلاط وجبت زباديه من عند البقال برضو، نزلت جبت كيلو لبن بلدي وزباديه بلدي. وقلت اعمل بقى زبادي في البيت. حطيت الزبادي في الخلاط كده زي ما انتم شايفين. بحب ارحب بكل المتابعين اللي عندي، ولو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه بقول لكم انزلوا اشتركوا وفعلوا زرار الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى حطيت الزباديه وحطيت عليها معلقه سكر صغيره، معلقه شاي صغيره خالص يعني مش سكر كتير، عشان تساعد على التخمير يعني. وحوالي كده نص كوبايه لبن برضو من اللبن اللي هستخدمه ده في الزبادي في الخلاط ضربه واحده. سبتهم يضربوا مع بعض كده. ضربة صغيرة مش كتير يعني، بس هما دول بس اللي ضربتهم، الزبادي ومعلقة السكر الصغيرة وشوية لبن كده حوالي نص كوباية. ضفتهم بقى على اللبن التاني وبقلبهم كده مع بعض. انا اسفة مرة تانية، عندي برد جامد والجو عندنا في اسكندرية مش عارفة قلب ليه كده. الجو يبقى يوم حر جامد ويوم برد جامد، فانا مناخيري مخنفة خالص مش عارفة اتكلم. هنا بقى رحت صبيت الزبادي في الكوبايات، شربت حاجات سخنة وزوري تعبني خالص وصوتي رايح ومناخيري، انا مش عارفة اتنفس بمناخيري خالص، عندي زكام. سامحوني يا جماعة على صوتي، انا هكمل نص الفيديو بقى بالطبيعي لان انا مش قادرة اكمل الفيديو كله بصوتي ده. انا حطيت الزبادي بقى البيضة، فهنا كان عندي لون احمر قلت احط كده نقطتين احمر يعملوا لي لون بينج كده كأنها بالفراولة يعني. وممكن بيحطوا عليها طعم فراولة تبقى زبادي بالفراولة، في مصانع بيعملوها كده، بيحط لها اللون والطعم. هو بقول لكم بصوا انا عملت زبادي بالفراولة. ما حرمتش نفسي من حاجة. كيلو اللبن طلع 7 كمان، 7 واتبقى شوية لبن كمان، مش كيلو مش كله. يعني الواحد يعمل في البيت أوفر. انا بقول لكم بصوا انا عملت الابيض وعملت اتنين بس ايه فراولة بجربهم يعني. بس طلعت حلوة وعجبتني، يعني حطيت عليها لون احمر بس اداني اللون البينك كده. قلت لكم بصوا عملت الابيض وعملت الفراولة اللي بالفراولة يعني، حطيت عليها نقطة لون احمر. اغطش بقى هنا العلبة، وممكن تسيبيها على الرخامة في اي حته عادي يعني. انا بقول لك عادي يعني لو سبتيها في الرخامه عادي من 4 ل6 ساعات. بس هي قعدت معايا 6 ساعات بصراحه يعني، عشان لو فتحتش عليها 4 ساعات لقيتها لسه، سيبيها 6 ساعات. انا بقول لكم من 4 ل6 ساعات، وما تولعيش الميكروويف ولا حاجه. لا سيبي الميكروويف كده عادي. هنا بقى فتحت عليها بعد 6 ساعات، لأن اول حاجه كانت 4 ساعات ولسه لقيتها لسه كانت طريه، فقفلت عليها تاني. ما طلعتهاش الا بعد 6 ساعات لما لقيتها مسكت يعني وجبدت كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بقى النهارده تاني يوم، بعد ما عملت السمنة وعملت الزبادي. النهارده خلاص بعد الفطار بقى احنا فطرنا، وهبتدي بقى معاكم يومي من بعد الفطار لحد السحور. بس حابه بقى اوريكم الزبادي، قعدت اكتر من 4 ساعات، يعني قعدت حوالي كده 6 ساعات معايا. فقلت اوريها لكم بصوا جمدت ازاي بعد طلعتها يعني من الميكروويف كده وهو مطفي وفي علبه مقفوله زي ما شفتوا. حطيتها 6 ساعات. بصوا جيب حطيت لها لون بينك كده احمر بقى، بقت زي الفراوله بالظبط اهي. ودي البيضه بصوا اهي. حبيت اوريكم الزبادي بس انها جمدت ولا لا، بصوا جامده ازاي. وامبارح بقى اكلت انا واحده فراوله، كانوا اتنين بس انا اكلت واحده بصراحه، طعمها تحفه رائع وجميل قوي. النهارده بقى هسحر بالتانيه بقى ان شاء الله. سمنه بصوا بقى السمنه كمان جمدت ازاي. حابه اوريكم السمنه بقت تحفه تحفه تحفه، هتعجبكم قوي. دي اللي انا كنت جايباها، اللي هي الجاموسي الطبيعي اللي جايباها من طنطا. بصوا بقت مرمله ازاي وحلوه. بصوا بصوا السمنه
عرفت اسيحها. انا اول مره اسيح سمنه على فكره، اكون جايبه زبده يعني واسيحها، ما كنتش بعرف بس اتعلمت الحمد لله. بصوا بقى تاني يوم حبيت ادوق كده. تحفه، جميله، جميله جدا. خلاص بقى دي بصوا، دي اللي انا جايباها الطبيعي، ما عملتش فيها حاجه، انا سيحتها بس. بصوا لونها. دي بقى اللي انا حولتها من سمنه نباتي لسمنه طبيعي. الله على الريحه بجد، التحفه. بصوا، بصوا برضو ادوقها كده معاكم. مفيهاش اي حاجه نباتي خالص، طعمها اكن فعلا سمنه طبيعي بالظبط يعني. بصوا مرمله ازاي. حتى النهارده بقى تعالوا نعمل كنافه، هعمل منها الكنافه. تعالوا بقى نجرب. يعني انا قلت اعمل منها الكنافه، اعمل منها الكحك عشان ما تبقاش سمنه نباتي يعني وطعمها مش حلو، حولتها لسمنه طبيعي. بصوا شكلها، بصوا مرمله وطعمها طعم طبيعي فعلا يعني. هجيب بقى هنا طاسه معايا صغيره واحط فيها معلقتين سمنه أو يعني حوالي نص كوبايه كده او كوبايه الا ربع. انا بقى احط بالويم كده واسيحها عشان انا عايزه سمنه سايحه. عشان تعالوا بقى نعمل صينيه كنافه كده. الواحد انا راجعه والله النهارده تعبانه وخدي ده وارم، بس محتاجه اكل حاجه حلوه. كنت تعبانه يعني بقالي كام يوم كده مش بقدر اتحرك ولا بقدر اعمل حاجه. فانا هسيح بقى السمنه دي دلوقتي اهي، هسيحها عشان نعمل منها الكنافه. يلا اهي بصوا، دي اللي انا حولتها من نباتي لطبيعي. بصوا الريحه تحفه، تحفه بجد والله، فعلا اكنها طبيعي يعني. فكره حلوه. اتفرجوا بقى على الفيديو اللي قبل ده، هتلاقوني مسيحه فيه السمنه ومورياكم فيها ازاي تحولي السمنه نباتي لطبيعي. انا بقى هسيح دلوقتي السمنه دي وهجيب الكنافه، وتعالوا نعمل الكنافه بالكريمه ازاي. اعمل الكنافه بالكريمه، بس قبل ما اعملها انا هسيح السمنه وهعمل الشربات اول حاجه. الشربات بقى عندي ايه، سكر. هجيب كده ايه كوبايتين سكر من ده. عايز كوبايتين سكر وكوبايتين ميه كده. كده هي كوبايه. هعمل كمان كوبايه سكر تاني، كفايه كده اهو. كوبايتين سكر وقدهم ميه. واحد ميه اهو، كمان واحد تاني ميه. كده كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. هنعمل بقى الشربات. وعندي نص ليمونه كده، هجيب ليمونه كده صغيره. هعصر كده ايه عصره ليمون، واحطهم بقى على النار يغلوا. تعالوا نحطهم مع بعض بس كده. هنسيبهم بقى كده من غير ما نقلب ولا حاجه على النار. الميه والسكر والليمون، كوبايتين ميه كوبايتين سكر. تعالوا بقى نحطهم على النار. انا عندي بقى هنا ايه، دول كوبايتين لبن او كوبايه لبن وكوبايه ميه. احطهم هنا وفضي معاهم. باكل كريمه ده، جايبه ايه، باكل كريمه سان جورج كاستر، يعني كريمه كاستر. هندوبها كده. ونحط معاهم معلقه سكر واحده، معلقه كده او معلقتين صغيرين بس كده. تقليل ازاي. انا عايزاها كده. هنسيبها بقى تبرد. تعالوا بقى ايه نعمل الكنافه. انا جايبه معايا صينيه البسبوسه، هعمل بيجي واضغط بيجي. يا دي الكبيره، هنعمل في الكبيره. جبت الكنافه اهو معايا. سمنه بقى هنا هنرش كده الاول، ندهن الصينيه رشه سمنه كده عشان تبقى ايه جاهزه. الفرشه هوزع كده السمنه في الصينيه كلها عشان ما تلزقش وتحمر كمان بسرعه. بس كده انا جهزت الصينيه.
والجوانب وكل حاجه. جهزت الصينيه كده ودهنتها. هاجي بقى هنا عند الكنافه. ده نص كيلو كنافه، وممكن تشيلي في الفريزر يبقى افضل يعني. انا جايباها ناشفه كده من عند الراجل اهي. بس دي كتيره بتهيألي، انا حاسه انها كتيره، فممكن اشيل منها شويه. بصوا مش محتاجه ان انا اقطعها لان هي كانت ناشفه متقطعه اصلا لوحدها. ده نص كيلو، بس النص كيلو ده كتير على الصينيه يعني. هشيل منه جزء كده. ولو عوزت ابقى اخد تاني، عشان دي هتطلع كتير فشلت منهم ايه شويه كده. لو احتاجنا ناخده هيبقى عندنا ناشف يعني، غير لما احط لها سمنه ويتبقى مش هتنفع. هي اصلا متقطعه مش مستحمله يعني، انا جايباها بارده وناشفه من عند الراجل. فانت لو جايباها طريه هتحطيها في الفريزر. قبل ما نجيب بقى ايه معلقه سكر بودره او معلقتين كده كبار. ده سكر بودره ناعم اهو زي ما انتم شايفين كده. احط معلقتين بس مش اكتر. هلخبطها كده السكر بالكنافه، وهجيب الزبده بقى اللي انا سيحتها كده وارش عليها. احطهم كلهم، هي بتحتاج السمنه يعني كتير. همسك بقى الكنافه كده بالسمنه بالسكر وعجن فيها بقى كده ايه جامد قوي لحد ما تبقى ايه كلها شاربه سمنه. لو احتاجت سمنه تانية احط لها. بصوا اهي لازم تبقى الكنافه كلها كده شاربه سمنه اهي. بصوا هي الكنافه بتاخد سمنه كتير طبيعي يعني. شايفين 3/4 كده. بصوا بقى كده ايه هنفردها فرده كويسه زي ما انتم شايفين. وهنجيب بقى الصينيه الصغيره دي ونضغط كده. لازم بقى الكبسه دي المحترمه كده تضغطش كده جامد كده كده عشان تتظبط ايه معانا كده كده كده. بصوا احنا كده ايه كبسناها. هناخد بقى ايه تاني ليه نعمل بقى سور كده في الجناب عشان الكريمه ما تطلعش. بصوا كده السور اللي في الجنب ده نعمل لها سور كده اهو. وجايبين الكريمه بقى كده هي بردت خلاص الكريمه. نبردها بس كده. بصوا الكريمه راح نازلين بالكريمه كده بقى الكنافه. نفرد بقى كده الكريمه كلها بالطريقه دي. خد بقى بقيه الكنافه دي واحطها كده ايه على الوش كده. بصوا كده خفيف يعني. بصوا كده كده. اخد معلقه سمنه كده ورشش بقى كده على الوش عشان تحمر. شايفه محتاجه سمنه تاني بان عليها.
كده عملتها خلاص اهو، حطيت لها كمان سمنه على الوش تاني. هدخلها بقى الفرن كده. قلت افتح عليها، انا قلبتها على الناحيه التانية على الوشين عشان يبقى الوشين زي بعض شويه كده. هنحط لها بقى الشربات اهو انا عملته، ولا تقيل ولا خفيف. بصوا زي ما انتم شايفين كده بيبقى دافي يعني. لو عايزينها طريه يبقى الشربات دافي وهي سخنه. عايزينها مقرمشه يعني يبقى الشربات بارد وهي سخنه، او هي بارده والشربات سخن كده يعني. لونها انا بحب اللون ده بصراحه، لونها كده حلو قوي. لو حبينا افتح من كده ممكن تطلعوها افتح من كده. هي بقى كده ايه سخنه لسه من الفرن. هنجيب بقى الشربات دافي اهو، مش بارد، دافي عشان عايزاها طريه. لو عايزاها ناشفه هيبقى هو مثلا دافي وهي بارده، هي سخنه ده بارد كده يعني. عايزه بقى ايه نسقيها بقى بالشربات كده. بصوا كده، بصوا الصوت الطشطشه ده يبقى هي كده ايه ناجحه بقى. بصوا بتشرب الشربات ازاي، بتعمل صوت. الصوت ده معناها ان هي نجحت كده الحمد لله يعني. انا بحب اللون ده، مبحبهاش تبقى بيضه خالص ولا نيه يعني. هي خدت الشربات كله عشان تبقى حلوه يعني. خدته كله. هي كده ايه شربت الشربات اهو. انا عايزه اقطعها معاكم مع انها سخنه يعني، لازم ما تتاكلش لو هي بارده بقى دي، بس هقطعها معاكم كده عشان اوريكم. هي سخنه بصوا كده. حلوه ومقرمشه ازاي. بصوا بقى الكريمه كده، بصوا الجمال. بصوا هي سخنه طبعا، لازم نسيبها تبرد، بس انا حبيت اقطعها معاكم. بصوا متماسكه ازاي عشان مكبوسه كويس. هي كده ناجحه على فكره، جميله جدا. بصوا بقى ايه ندوق بقى مع بعض كده. بصوا الكريمه. بصوا بس انا عشان سناني وجعاني مش قادره اكل لازم تبرد خالص عشان ما اقدرش اكل حاجه سخنه، لازم تكون بارده. جميله، جربوها تعجبكم. دلوقتي بقى وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك. كنت معاكم رانيا من قناه بيتي ومطبخي سر سعادتي، واعملوا لي لايك. انتظروني في فيديو جديد، وباي باي مع السلامه. باي باي.